السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي مستمعي إذاعة صوت العرب لكل العرب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا المصري. تحدثت معكم كثيرا عن أحداث فلسطين وأهلنا في غزة. تحدثت عن الخلق وتأثيرها في السوشيال ميديا والزواج والطلاق. اليوم أتحدث معكم في شيء هام جدا، ألا وهو تأثير التعليم على حياة الشعوب. انتظروني. أحبائي أعزائي مستمعي إذاعة صوت العرب، عدت إليكم أهلا وسهلا بكم. الجميع يعلم الحضارات العربية وكيف نشأت وكيف تكونت حتى من فوق 7 سماوات. الله عز وجل عندما أنزل الرسل والنبيين والصديقين، عندما أنزل الرسالات أنزلها. العرب هم مهد الحضارات، العرب هم مهد التكنولوجيا الحقيقية، العرب هم من أنشأوا أوروبا، العرب هم من أخرجوا العلماء، العرب هم من علموا العالم أجمع فنون الرياضيات والعلوم والطب، العرب هم من نقلوا الخلق والقيم للغرب. العرب يا سادة تاريخ يفتقده كل الأجيال الحالية. جميع الأجيال الحالية لم تنظر إلى تاريخ أمتنا العربية، لم تنظر كيف بني الغرب نفسه عن طريق حضاراتنا وعن طريق قيمنا وعن طريق علومنا وطريق رياضياتنا، عن طريق الطب العربي. نحن أول من أنشأنا الطب في العالم، نحن أول من ورد علوم الرياضيات إلى الغرب. نحن كل علماء العالم منذ قديم الزمن جميعهم عرب. أخص هنا بالذات مصر، مصر الحبيبة، الوطن الذي أعشقه. خرج من أطيابها علماء كثيرون سواء في العصر الحديث أو العصر القديم. مصر كانت منبع للعلوم والفنون والرياضيات، مصر كانت منبع للزراعة والتجارة والصناعة، مصر كانت منبع لإرساء الخلق والقيم داخل وخارج أوطاننا. فمصر يا سادة، أتحدث عن العصر الذي قرأت فيه والذي عشت فيه. مصر هي من أخرجت رفاعة الطهطاوي وأخرجت طه حسين. مصر هي من أتت بأحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول. مصر هي من أتت بنجيب محفوظ بأحمد زويل. مصر من أتت عالم جراحات القلب في العالم الدكتور مجدي يعقوب. مصر هي من أتت بالأزهر الشريف. مصر هي الأمن والأمان والحصن الحقيقي لكل أمتنا العربية. الغرب نقل من مصر كل شيء، ولكن ما يؤسفني ما تعيشه الأجيال الآن. أصبح العلم علم غربي، صدروا لنا العلوم الغربية، صدروا لنا كل شيء غربي. تكنولوجيا أفسدت عقول أبنائنا، علوم لم تخرج لنا عالما واحدا للآن، دراسة وعلم لم نجد فقيه، حتى فقيه واحد في الأجيال يحدثنا حتى عن علوم الدنيا وليست علوم الدين. لم نجد شابا واحدا في تلك الأجيال الحديثة ينقل لنا اختراعا أو فكرة في طب، في صناعة، في زراعة، في أي شيء في مجالات الحياة.
هذا هو فرق العلم. العلم في الماضي كان هادفا، كان علما حقيقيا، كان علم يعلم العالم كله، كان علم يعلمنا حب الوطن وحب الأمة العربية. انظروا حتى في العلوم الحربية، عندما كانت تحتل دولة عربية كان العرب جميعا لا ينتفض لهم جفن إلا عندما تحرر تلك الأرض. كان هناك ترابط عربي، كان هناك وحدة حقيقية، كان هناك العربي يبكي لمأساة أخيه العربي، يفرح لفرح أخيه العربي. أما الآن فحدث ولا حرج. نحن كعرب نأكل لحم بعضنا البعض، نحن كعرب نتمنى لدولة عربية أخرى السقوط و هذا هو الفرق الماضي من الحاضر يا سادة. إلى متى سنظل هكذا في فرقة؟ غزة أبيدت تماما، أطفالنا في غزة لا يجدون مأوى في البرد القارس، نساؤنا تعرت. انظروا إلى الفيديوهات المتداولة للأسرى الفلسطينيين، عرايا كما ولدتهم أمهاتهم ثم يقتلوا بدم بارد. انظروا إلى ما يحدث في السودان، انظروا ما يحدث في ليبيا، انظروا ما يحدث في سوريا، في اليمن. كل هذا ولم يحرك جفن عربي واحد. وحدتنا يا سادة هي سر من أسرار قوتنا، هي سر النصر. الوحدة العربية سر النصر، أن نعود إلى التعليم الحقيقي، نتعلم ونحب بعضنا بعضا. هنا سينصرنا الله عز وجل. وشكرا لكم لحسن استماعكم، وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله.